بتخرج من ورايا مع بناتي يا ابن هل هتحب تنتقم من هذا الشخص؟ انا عمر وده رامي وده انتايتل تشانل. طبعا معانا جاست هوست النهارده هيقرا اول ستوري. اهلا ما اهلا ما تصرفوا بقى يا جدعان. القحط اللي احنا عايشين فيه. ماشي. اول ستوري اول مره يجي لنا بيرسونال رايتن من ليسنر يعني، واحنا عايزينكم كلكم تبعتوا لنا لو قصص سمعتوها او قريتوها في حته او القصص بتاعتكم تبعتوا لنا. ماريو هو اللي هيحكي لنا القصه دي عشان دايما بنسيب القصص السبيشال للجاست هوست بتوعنا. البنت بتقول انها كانت بتحب شخص لمده سنه وقررت تسيب شغلها وحياتها وكل حاجه عشان اتخطبوا واتجوزوا، وهي سالت عليه قبل الجواز لكن عرفها انه كان متجوز ومتطلق وعنده ابن من طليقته، ووراها ورقه طلاق تثبت كلامه. بعد سنه ونص من الجواز اكتشفت حقائق صادمه عنه. عرفت انه متجوز قبل كده 3 مرات وعنده ابن من واحده منهم، وكل الجوازات اللي دخل فيها مش متسجله رسميا باستثناء جوازه واحده من ام ابنه، لكنه رجعها بعد الطلاق. البنت واهلها بداوا يلاحظوا حاجات غريبه زي انه عدم وجود قسيم الجواز، عدم السفر، عدم وجود شهر عسل زي اي عروسه. ولما والدها كلم المأذون يطلب منه القسيمه وهدده بانه يبلغ عنه، المأذون اعترف له ان الشخص ده دفع له 10,000 جنيه عشان ما يسجلش الجوازه دي، واكتفى ان هو يسجلها اشهار وعقد عرفي بس. بعد اكتشاف كل الحقائق دي الشخص طلقها بعد 2.5 شهر من الجواز. البنت لسه مش قادره تتخطى الوجع ده وكل شويه بتبكي من الصدمه، وعرفت انه شخص متعود يتجوز لفتره قصيره 2 أو 3 ويطلق، وبعدين يرجع لمراته الاولى بحجه انه بيسافر بره للشغل، لكنها كانت واحده من ضحاياه. بنت نفسها تعرف مين اللي كان قبلها عشان توصل لهم، لانها حاسه بظلم كبير وبتدعي عليه، وحسبي الله ونعم الوكيل. ماريو فقد النطق. هو فاهم الموضوع ما فيهوش مين صح ومين غلط، فاهم يعني. هو القصه اللي انتوا بتحكوا عليها دايما اللي هو ايه، هل انا كنت غلطان مثلا في الحكايه دي؟ هو فاهم، هو ما فيش حاجه، راجل زباله. بس يعني في الحاله دي احنا عايزين بقى ايه نقول راينا، احنا شايفين ايه في لا احنا ممكن نسال سؤال مهم. انت لو او يعني انتوا شايفين ان البنت دي تتصرف ازاي دلوقتي؟ هي اتطلقت؟ المفروض ما هو طلقها بعد 2.5 شهر من الجواز. فهي كده اتطلقت، فدي كده اول خطوه من الحلول اللي هي بتاع ما هي كده محتاجه تتطلق منه. عندي سؤال ليكم مهم. هل انتوا بتؤمنوا بالريفنج او ان هي المفروض تنتقم منه بطريقه اخرى؟ انا مش عايز تنتقم. هي لا مش بتكلم عليها، بتكلم انت شايف ايه من وجهة نظرك لو اتحطيت في موقف مشابه؟ هل هتحب تنتقم من هذا الشخص ولا هتمشي وتخلي الموضوع يمشي؟ انا كعمر هحب انتقم قوي هتبقى جوايا، بس اكشلي في الاخر مش هعمل كده يعني. يعني هيبقى حاجه انا عايز اعملها من جوايا، بس لا مش هعمل كده في الحقيقه يعني. طب وانت يا ماريو ايه رايك؟ نفس الفكره عمر. انا من جوايا كده هكون عايز انتقم واطلع الغل اللي جوايا وبتاع، بس برضو اللي هو هفكر فيها تاني. ماشي انا عملت كده، ايه جماعه ما تجربوا تمسكوا المايكات زي كده. ماريو انت ايه رايك؟ انت لو مكان هذه الست هتاخد ريفنج ولا لا؟ يا كده هكون من جوايا عايز انتقم بقى عشان الغل اللي جوايا ده يطلع. بس هفكر فيها تاني. اللي هو في الكيس دي انا لو هنتقم فهنتقم لسبب ان هو ما دام عمل معايا كده فهو هيعمل مع اللي بعدي واللي بعدي كده، فاهم؟ فانا لو عايز انتقم فهو هيبقى السبب ان انا اخليه يبطل يعمل أيوة. التصرف ده مع واحده تانية. لكن لو الموضوع هيقف عندي وخلاص هو حاجه حصلت ومش هتتكرر تاني، فساعتها انا ممكن لو هديت اللي هو خلاص لان كده خلاص هي اتطلقت منه وما بقيش حاجه يربطهم حاجه ببعض فخلاص. بس هي الفكره كمان ان هي خلفت منه. هي دي اللي صعبه. دي الفكره بقى ان هو في طفل دخل المعادله. دايما بيعقد الدنيا.
ثانيه كده، هي خلفت منه ولا لا؟ ما لا، خلفتش لحقتش. ما خلفتش منه. لا يبقى خلاص فانت شايف ان هي تطلق؟ الطفل ما دخلش. هي كده يعني هي كده لازم تتطلق، وهي اتطلقت. بس الفكره في الناس اللي بعد كده. انا بصراحه هخلي الموضوع يمشي، يعني مش هاخد مش هنتقم بصراحه. ولا هيبقى عندك جواك الارج وان انت تبقى عايز تنتقم، ان انت تبقى عايز حتى من جوه. بص هبقى مش عارف بصراحه، لان انا دايما بفكر في ان ايه احلى او ايه اكتر خطوه مفيده ليا جايه. فحاسس ان لو انتقمت او ما انتقمتش دي مش حاجه هتفرق في حياتي. يعني فاهم ان هي هتغسلني من جوه، بس في الاخر ايه عدت عليا بايه؟ عدت عليا بصفر. فلا هركز بقى في حياتي، اللي هو خلاص بقى تعالى نبدا، هو المشكله حصلت يلا بقى نبدا نفكس او نصلح المشكله ونبدا نحسن من حياتنا عامه. فده اللي انا بفكر فيه يعني. الفكره بقى ان الست في الاخر بتقول ان هي كده كده نفسها تعرف مين اللي كان قبلها عشان توصل لهم، لانها حاسه بظلم كبير وبتدعي عليه. فهو الفكره هي عايزه توصل للي قبلها ليه؟ هم اكيد عرفوا، ما هم اللي قبلهم اكيد عرفوا. لا هي خايفه يكون اصلا متجوز كذا واحده. لا استنى كده. لا هي كده بقى فوش التلاته هي عايزه توصل للتلاته. الثلاثه والاصليه الاساسيه اللي فوق بقى ما يعرفوش ان في غيرهم. في تري، فاهم؟ في هرم كده بيراميد سكي. طب والله الراجل ده جامد. بس هي الفكره مش هو كده كده المأذون، مش كده كده المأذون قال لهم الليله. لا هو لا يعني لا بجد. هي ما قالش للثلاثه التانيين. فهي تعرف توصل للثلاثه التانيين من ورا مراتاته اللي مثبتين في الورق، وبيروح يوهم ستات تانية ان هو متجوزهم، وهو ما فيش ورقه رسمي. هو على الورق مش متجوز اصلا، هو على الورق اتجوز واحده وطلعها. هو على الورق ما فيش ولا واحده على ذمته اساسا. لا في مراته الاولى اللي بيرجع لها، اللي هو بيقول لها انا كنت في شغل. طلقوا. في 2 متجوزين رسمي، في واحده متجوزه. لا كذا واحده. ما هو قال لك انا ما وديتش الورق. المحامي هو كان اكتفى باشهار وعقد عرفي بالظبط. فعلى الورق ما فيش ورق تسال عليه، هو مش متجوز. فهو بيطلق ويتجوز، يطلق ويتجوز. هي اول واحده اتجوزها بس ويطلقها على الورق. هو على الورق بس بيقعد يردها. ما هو بيطلقها ويردها. ايوه. الفكره بقى ان هو بيردها امتى؟ يعني امتى الوقت اللي هو بيرجع يقول لها انا كنت في شغل؟ يعني ايه بيحصل فكده الشغل بيخلص. شغال ايه ده؟ لا هي القصه بصراحه ما فيهاش يعني، هي ست هي القصه لوحدها سبايسي بصراحه من غير اي حاجه احنا هنقولها. بس قصه حلوه قوي، وماريو حكى لنا حلو قوي. شكرا يا ماريو. اشكرك. القصه بتقول: هل انا غلطان اني رفضت اتنازل عن الكرسي بتاعي في الطياره عشان ولد يقعد جنب والده، وقلت لباباه يهدى ويتصرف بأدب؟ القصة بتقول راجل عنده 29 سنة بيحكي انه كان على رحلة طيران قصيرة مدتها 70 دقيقة. الطيارة فيها كرسيين على اليمين وكرسيين على الشمال. هو كان حاجز كرسي عند الشباك، ولما وصل لكرسي لقى ولد عنده 7 سنين قاعد عليه، وجنبه باباه اللي شكله في الخمسينات في الكرسي اللي في النص. وقدامهم الناحية التانية كان مامته ام الولد واخته قاعدين. المهم الشخص بيقول ان هو كان تعبان جدا، واللي حصل ده كان من اقل من 24 ساعة، فهو مش فاكر قوي الحوار بالنص. بس هو يعني اللي هو فاكره ان هو شاور على الكرسي بتاعه وطلب ان الولد يقوم. فالوالد طلب منه لو ان هو ممكن يبدل معاه الكرسي عشان يقعد جنب ابنه، وان الكرسي اللي هيبدل معاه موجود في الصف اللي ورا. الشخص رد وقال انه هيوافق يبدل بس لو الكرسي التاني عند الشباك. لكن الاب قال له ان لا، الكرسي ده عند الممر. الشخص رفض وبدأ الحوار ما بينهم. الاب بيقول له يعني عايز تقعد جنب ابني؟ فالشخص قال له مش فارق معايا، انا عايز الكرسي الشباك. راح الاب قال له انت شخص لطيف جدا، قصدي انت مش لطيف. بعديها راح الشخص قال له دي مش شغلتك وخليك مؤدب. الاب قال له لا انا مش مؤدب. راح الولد قال له اتصرف بأدب. بعد ما قال له اتصرف بأدب،
راحوا وقفوا اللي هو ايه، وقفوا قدام بعض لزقوا في بعض. وبيقول ان بعديها الاب حاول يحرجه ولكنه ايه، فضل ما يردش عليه حاجه. فالولد فضل ساكت والاب قعد بيزعق فيه وان هو يحاول يحرجه وهكذا. والام كانت متابعه اللي بيحصل من بعيد لحد ما في الاخر حد سمع الخناقه من بعيد من الصف اللي ورا وعرض ان هو يبدل مع الاب وقعد فعلا جنب الشخص. ففي الاخر خالص الاب قعد جنب ابنه والولد قعد جنب الشباك عشان الشخص اللي اتدخل ده. فهو بيختم كلامه بيقول ان هو ما كانش فارق معاه ولا ان الاسره تقعد جنب بعض ولا ان هم يتفرقوا ولا حاجه. هو فارق معاه ان هو حجز طياره جنب الشباك يقعد جنب الشباك. هل انت شايفين ان هو غلطان ولا لا؟ يعني هو مش فارق معاه الشباك؟ لا فرق مع الشباك. هو مش فارق معاه الاسره طبعا. طبعا انا مش فارق معايا الاسره، انا مش مع فارق العلم مع العلم مش مهتم. الكرسي اللي لو انت بتختار في طياره سبيشال ايكونومي، يعني لو انت بتختار الكرسي بتاعك لما بتختار بيبقى اغلى، تدفع فلوس. اوكي. انت بيبقى عندك تو اوبشنز، يعني راندوملي سيلكتد يعني بري سيلكت تدفع اديشنال في. في طيارات يقول لك انت هتختار تدفع فلوس، هتختار اللي جنب الشباك تدفع اكتر. والطفل كده كده شبطان في الشباك. لا الطفل مش شبطان في الشباك، الطفل عايز يقعد اول الاب عايز ابنه يقعد جنبه طول الطياره. الاب اللي عايز ابنه يقعد جنبه. فهو بيقول هل انا غلطان ان انا كنت بفرق عيله من بعض، ولا انا مش غلطان ان انا حاجز الطياره في الكرسي ده وعايز حقي؟ الطفل عنده كام سنه؟ 7 سنين. مش عيل يعني. بس هو اتخانق مع الاب. هو كان خناق الولد فضل ساكت الحديث كله ان هو خناق كان ما بين الولد والاب اللي عنده 50 سنه. مش الولد يعني الراجل صاحب القصه اللي عنده 29 سنه. عنده 29 سنه بالظبط. ايه رايكم؟ هل هو غلطان ولا لا؟ بص انا نوع الشخص اصلا اللي لما كنت بركب مواصلات انا بقوم عادي لاي حد، فاهم؟ وفي المترو والله يعني برضو بقوم يعني ايه. بس يا عمر ده كرسي باسمك، انت فاهم؟ انت كرسي دافع فيه رقم. انت في المترو بتدفع 10 جنيه. فاهم. في الميكروباص بتدفع 5 جنيه. لو في الميكروباص انت كده قاعد مش هينفع تقوم لحد. في الاتوبيس فاهم قصدك يعني. بص ممكن اكلم يعني اخرها فعلا لو انا الموضوع فارد اقول له راجل بص يا عم انا دافع في الكرسي ده زياده كذا، تديهم دلوقتي كاش الدنيا تمشي، هتدفع في ثمن الكرسي. لا بس هو برضه هو لسه عايز يقعد جنب الشباك. انت يبقى احنا كده خلاص هو مش فلوس. هو مش مهتم بالفلوس. هو قال انا مش مهتم بالفلوس ولا بالعيله ولا انا عايز اقعد جنب الشباك. بص هو لو دي اول مره يسافر فيها فهو عايز ياخد بقى ايه الاكسبيرينس كلها. فماشي. نسيت اقول لكم بس حاجه. اللي حد في الكومنتس بيساله انت ليه مثبت عقلك على الكرسي بتاع الشباك؟ فبيقول له ان انا بحب الكرسي اللي جنب الشباك عشان لما بنام على الطياره بس اعمل كده، بعمل راسي كده هترجع. ايوه يا عم سبب تافه ماشي صح. هو دافع ومختار وعامل بري بلاننج عامل بري بلاننج. هو مش ذنبه. انا شفت الكود دي في فاميلي جاي. ستوي اللي هو الطفل الصغير اللي في الكرتون بتاع فاميلي جاي اللي هو I should not pay your poor planning. Excuse me, do you mind if we switch seats so my family can sit all together? No, we don't switch. 'Cause when we booked, they didn't have 3 together. Ma'am, your poor planning does not constitute an emergency for me. You'll see him in Paris. Go sit down. You had the opportunity. انا مش عارف اكمل الجزء دي. انت كان عندك الفرصة ان انت تبلان كويس وتفكر كويس وتجهز كويس لرحلتك مع عيلتك وتحجز 4 كراسي جنب بعض. لا وبعدين ليه فعلا الاب ما حجزش ال4 جنب بعض؟ ما كان يحجز ال4 جنب بعض. وبعدين مش هو بيقول ان هم صفين؟ ليه واخد الكرسيين اللي جنب الشباك مش الثالث اللي ناحيه الايه؟ لا هم الافراد العيله 4 ماشي. ما هم 3 كراسي او مش شرط 4 كراسي. هم 2 و2. هو قال في الاول ان هم 2 و2 فهو عايز العيله تبقى 4. فاهم قصدي؟ فانت شايف ان الاب هو اللي غلطان. انت ايه رايك يا عمري؟ هو الاب كان ممكن يحلها من الاول لان هو الاب مش طالع على الطياره تفاجئ اللي هو احنا مش طالعين اتوبيس. فهو لحق. هو راح قعد على الكرسي ده. ما هو انت كده طالع عارف ان انت ده المكان بتاعك، ده المكان بتاع مراتك، وده المكان بتاع ابنك. فانت ليه طالع بقى متفاجئ بان لا ده معلش بقى انا عايز اقعد هنا. هو الشخص اللي اتدخل ده مضيف طيران؟
لا ده واحد راندم، واحد قاعد ورا هو شافهم ليه 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 بيتخانقوا. ليه الراجل ما كلمش المضيفه؟ لا حقي بعد اذنك قاعديني في مكاني، لو مش هتعرفي تقعديني في مكاني اديني فيرست كلاس. اه يعني هو ده لو كان عايز حل تتصرف ممكن صح في يحصل. الطياره رن علينا. لا فانا لحد دلوقتي لا، هو الاب هو اللي غلطان، لان هو يعني هو طالع وعارف ان دي الاماكن اللي المفروض يقعدوا فيها بالظبط. فانت بقى طالع على امل ان هو لا الشخص اللي خد المكان ده يطلع شخص كويس بالظبط. ان هو يبدل معايا. لا انت حاطط يعني اكسبكتيشن على حاجات ممكن تحصل ممكن لا. ده مش معناه ان هو مش كويس، هو ده حقه. ماشي قصدي يعني ان هو شخص يكون ما عندوش مشكله فاهم، بايع فاهم، الدنيا. أجريد. قشطه مش فارق معايا بقى اقعد هنا ولا هنا. انا كمان موافق جدا. انت قلت رايك؟ انا ما قلتش رايي انا، بس انا رايي زيكم يعني. انا شايف ان الاب هو اللي غلطان، وان كان المفروض يبلان اهد يعني. صح. انا عايز اسالكم سؤال قبل ما نخش على الستوري اللي جاي. مم. افتكروا كده باص المدرسه وانتوا رايحين المدرسه. فاكر رامي باص المدرسه؟ فاكر باص المدرسه بتاعك كان فيه كام كرسي جنب بعض؟ كان في اتنين انت؟ يمين. لا انا ما كانش في باص المدرسه، انا كنت بتمشى عادي دايما؟ يعني في الغالب. طب اتوبيس اللي هو الميني باص؟ احيانا كنت باخد ميكروباص مثلا ولا حاجه. لا انا فاهم قصدي. ركبت الاتوبيس اللي هو الميني باص. الميني باص. طبعا. انا اتوبيس مدرستي كان ميني باص برضو. اوكي. سؤالي هنا بقى راندم جدا، بس انت لو قدامك تقعد في كرسيين هتقعد على اللي جوه اللي جنب الشباك ولا اللي بره؟ اللي جوه جنب الشباك. وعندي لو سبب. لو الاثنين فاضيين هقعد جوه. ليه ما انا عندي سبب اكشلي عندي سبب كويس. انا لما كنت بحس ان انا عندي فلكسبيليتي ان انا عايز انتراكت مع الناس واتعامل مع الناس، ففي الستاره فبفتح الستاره واقعد اتكلم مع الناس. مش عايز اتعامل مع حد، بعمل الستاره عليا كده بس واقعد بقى انام جوه. تقعد جوه الستاره. جوه الستاره يعني بيبقى ناحيه يعني بيخش راسه على الشباك ويقفل الستاره عليه. بقفل الستاره وعامه انا بحب اللي هو بكنسل الناس لو ما حدش يكلمني. انا بحب اقعد جنب الشباك لان فاهم وانت ماشي وانت راكب بقى اي باص ولا اي ميني باص وانت حاطط راسك على الازاز كده في فايبريشن كده بيحصل في الازاز في دماغك. ده بينيمني بسرعه فانا كنت حرفيا زي الراجل اللي في الستوري بالظبط اللي عايز ينام. فانا كنت باخد الخبطتين دول واريح اصحى بقى لما اوصل. متاكد ان انت محتاج هزتين عشان تنام؟ الطياره بتاخد مطب. ايوه بتاخد مطب هوا ماريو نام خلاص فجاه نام. انا اقول لك انا بقى كنت بحب ايه. انا كنت بحب اقعد في الكرسي اللي جوه. ماشي. عشان موضوع الستاره لسبب بقى عشان اتحكم في الستاره وفي الشباك. احنا ما كانش يعني الشباك ده كان خناقه. انت فكرتني. انا اللي اتحكم في الشباك. انا اللي افتحه وقت ما احب واقفله وقت ما احب، في الصيف او في الشتاء براحتي. تمام. في الصيف بقى ده لا والله انا عايز اتكلم في الموضوع ده بقى. انت في الصيف الشمس حاميه. الشمس حاميه وعايز تفتح الشباك صح؟ فانت لو فاتح الشباك انت عايز تقفل الايه؟ الستاره عشان الشمس. حلو. فالستاره تفضل تعمل بر 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 بر. تمام. فانا بعمل ايه؟ انا ما بيفرقليش الايه الشمس خالص، بس عايز الهواء اللي جاي من الشباك. أيوة. بربط الستاره واقدر اي حد ايه جنبي. وفضلت كده كتير جدا في الصيف لما بيبقى الجو حر بعمل كده، بربط الستاره وفاتح الشباك، مش مهم اللي جنبي خلاص. تمام. انا اللي خدت القرار. اما كبرت طولت قوي طولت على الكرسي اللي جوه. فبقيت انا بدخل رجلي بتبقى خابطه في اللي قدامي، انا مش عارف اقعد. الكراسي اللي بتبقى في الميني باص دي خلاص انت هنا انت بتخش كده، ولا عارف احط شنطتي، ملهاش مكان. شنطه المدرسه ضخمه فيها كتب كتير مش زي ما كبرنا. فكبرت بقيت بقعد بقى ايه في الكرسي اللي بره عشان احط الشنطه هنا واطلع ايه اقعد بجنب اطلع رجلي بره. اللي مش عارف انا طويل جدا. انا هحتاج اقول لكم بس معلومه. لا غير بقى، تخيلوا بقى المنظر ده وهو طالع من عربيه سوزوكي سويفت. البتناج بتاعي عمر سمير اللي قدام على المكتب وانا بدي كده يا ابني مد رجلك
شد رجلك. بجد يركب عربيه يعني. غير كده عمر نص- لو ركبت ماروتي ولا يا ابني انا بيكانتو ركبت ولا- بيكانتو الموضوع كان مرعب. مرعب. البيكانتو مرعبه عليا. انا بقلع البيكانتو وانا نازل. انت عايز تجرب الماروتي بقى فاهم. قصه من مصريه وعيله مصريه في اوروبا. قصه لايت قوي عامه يعني. عندها 39 سنه عايشه هي وعيلتها في اوروبا. عندها ولدين. الكبير عنده 14 سنه. هي حطاله جهاز حطاله على موبايله السمارت فون. حطاله ابلكيشن عشان تشوف اللوكيشن بتاعه مش عارف ايه. تقدر تبلوك تقفل المواقع اللي مش كويسه او اللي هي مش عايزه ابنها يدخل عليها او تديها مثلا نوتيفيكيشن لو هو دخل على حاجه غريبه. واعتقد كمان ان هي اي نوتيفيكيشن بتجيله بتقدر تشوفها. يعني هي مش بتقدر تتجسس اللي جوه التليفون بس ايه بتقدر تشوف النوتيفيكيشنز اللي بتجيله بطريقه ما من خلال الابلكيشن ده. اوكي. وهو الولد تقريبا مش فاهم الحته دي او مش عارف ان ايه متراقب. ان هو متراقب. المهم هو طلب منها ان هو يقابل واحد صاحبه عشان يروح مكان بيلعبوا فيه كوره. وهو دايما بيروح المكان ده وبيقابل صاحبه ده وبيروحوا يلعبوا كوره ايه مع بعض. فقالت له روح العب كوره. اليوم ده شافت من الاب نوتيفيكيشن صاحبه بيكلمه وفهمت من الكونتكست كده واللي حوالين المسج ان هو اليوم ده رايح يقابل بنت جميل. ومش رايح يقابل صاحبه يلعب كوره خالص. فقالت له تعالى هوصلك انا النهارده عشان تلعب كوره مع صاحبك. قال لها تمام. وعمل نفسه بقى ان هو خلاص رايح لصاحبه وبتاع وعمل قصه. وقبل ما يوصلوا قال لها ايه ده صاحبي كنسل معايا. فقالت له خلاص نروح. فقال لها لا ليه انا دايما باجي هنا ودايما بيبقى في ناس فهلعب مع الناس اللي موجوده هنا. اخش في اي تيم من الناس اللي هنا. هي بتقول بقى انا اتصدمت ان هو عارف يكذب كده وهي مش عارفه تمسكه في الكذبه عشان ايه مش عايزه تقول هي مش عايزه تفضح الابلكيشن اللي هي حاطاه. فطبعا هو كمل في الكذب بكل ثقه وهي متضايقه جدا ان هو ايه عرف يكذب عليها كده. المهم رجع من اليوم. سألته عملت ايه. حكى لها ان هو كان بيلعب كوره ومش عارف ايه. وهي شافت اللوكيشن بتاعه ان هو ما كانش في المكان ده اصلا. بتقول بقى انا مش عارفه اتعامل مع الموقف ده. اواجهه ولا اعمل ايه. يعني في حته فيها برضو مش عاوزاه يجي يقول لي عادي. يعني هي بتقول احنا عايشين في بلد عادي في اوروبا. طب ما يقول يعني عادي ان هو رايح يقابل بنت. هو ليه مخبي ولا هو خايف اقول لباباه. وبتسال الناس هو انتوا يا جماعه في الحاله دي بتعملوا ايه. مع العلم ان البوست ده نازل على كايرو كونفيشنز فيه طبقات مختلفه من البشر باديان مختلفه. يعني اديان مش دينين. في اديان على كايرو كونفيشنز. هي مش عارفه تتعامل مع الموقف ده ازاي. اول حاجه عايزين كلنا نقول هدخل حمام واجيلكم. المهم عايزين نسال بقى كل حد انت لو مكان الست دي هتعمل ايه مع ابنك في الحالة دي. مع العلم انت ما عندكش حاجة تعملها. بص هو اولا ان هي تتجسس على ابنها بالطريقه دي قله ادب صراحه يعني حتى لو ده كان ابنها ففي شويه برايفسي. فده اول حاجه. طيب تعالى ان ايه نسيب الجزء ده على جنب وخلاص. ان هي عرفت بطريقه ما ان هو مش رايح للولد ورايح يقابل البنت. زي ما هي قالت ان هي لما هي قالت ان احنا في بلد اوروبيه وان الموضوع ده عادي وان انا ما كنتش اصلا هقفش عليه لو انا كنت عارف ان هو خارج مع بنت. فحاسس ان ماشي الدنيا يعني. اقصد ان السن ده عامه بيبقى فيه خوف. بيبقى فيه انت بتكسبلور حاجات جديده. هو خايف كمان من الرياكشن بتاع مامته بالظبط. فبقى فيه خوف بقى فيه uncertainty. في حاجات كده كتيره قوي. فهي لازم تفهم وتأكسبت الفاكت ان هم بيكذبوا. هو حتى كمان يعني بعيدا عن الصحوبيه والديتنج والكونسبت ده الاجانب في افلام في مسلسلات اللي احنا بنشوفه او ده اللي احنا عارفينه عنهم يعني عادي. حتى لو الكالتشر بتاعت ان هو يبقى الولد مصاحب او البنت مصاحبه هي حاجه عندهم تمام. برضو تلاقي الولد مخبي على مامته. فهي ما تخليهوش يقول لها وتفضل هي تبقى بس بتميك شور ان هو في امان.
ان هو رايح حته. ايوه لا انا بقول لك حتى في الكالتشر دي بالظبط. بيخبوا على اهاليهم اصلا. ايوه ما دي حاجه ليها علاقه بالسن، ملهاش علاقه بالكالتشر تمام. بالظبط. هي لازم تاكسبت حاجه زي كده، ولازم تبقى عارفه ان هو مش هيبقى ترانسبيرنت 100% معاها لحد ما يكبر يعني. انت كنت هتعمل ايه لو انت كنت ابوه او لو كنت امه؟ يعني مش هتفرق، حاسس الاتنين مرة كان هتبقى هيجيب حديده ويسخنها. تعالى بقى. بتخرج من ورايا مع بناتي يا ابني. بص بعيدا مش هعلق على اللي هي بتراقبه بقى وبتاع انت هتراقب ولادك عادي؟ لا مش لا هعلق الضحكه مش هعلق. مش هراقب ولادي. هو عامل كده عشان لما ولاده يشوفوا الفيديو ما يعرفوش ان هو بيراقبهم. طب ماريو ولو قفلنا كاميرا هتراقب ولادك؟ لا مش هتوصل للمرحله دي. انا بقول لك مش هعلق على الحته دي، لان انا دايما لو ربي ولادك زي ما انت عايزه، شوف انت احسن طريقه بالنسبه لك ايه وربيهم بيها. خلي بالك احنا برضو هنا احنا بنعلق وبنجادج كل الناس ومش فارق لنا اي حد. الكنبه دي كنبه الجادجنج. ماليش دعوه بالكلام ده. بس انا لو كنت مكان الام في الحته دي، اللي هو لو انا فعلا مش فارق معايا ان هو، او مش فارق معايا اللي هو انا لو تمام ان هو كان عادي يخرج مع واحده صاحبته وان هم يتقابلوا وتمام، بس هو ما قاليش. ايوه انا كنت ممكن اعمل فكره ايه اللي هو خلاص انت مش هتقول لي، وانا عارفه ان انا لو سبتك هنا انت هتقابلها، فهم هيقابلها في نفس المكان اللي كان مامته وصلته ليه، مكان مختلف، وهي شافته على الجي بي اس ان هو في مكان مختلف. حلو. كنت هوصل لفكره اللي هو خلاص انت مش هتقول لي ماشي، ما تقوليش، انا عارفه انت رايح فين، روح خلاص انا هصدقك للاخر وقابلك هناك. وقابلك لا بس انا عايز اتفرج عليك وانت بتلعب كوره النهارده. اللي هو ايه خلاص روح، وانا رايح مشوار، مش هقول له هروح مشوار وخلاص، وقابلك هناك بالصدفه، وهثبت له ان هو تمام ان انا شفتك هناك أيوه. مع واحده صاحبتك. انا مش هعنفك، مش هقول لك حاجه، مش هزعلك قدامها، مش هقول لك مين دي او ايه اللي حصل، بالعكس انا هقول لك ايه انت صحابك خلصوا وجيت على هنا على طول، اللي هو في الاخر انا مش هصغره. ماريو مانيبيليتر ايه؟ مانيبيليشن بص مانيبيليشن 101. مش هصغره قدام صاحبته. ليه مش هصغره قدام صاحبته؟ لان انا لو صغرته قدام صاحبته هو مش هيحكي لي حاجه تاني، فانا هكبره وهعامله ان هو عادي، وان هو كان معرفني عادي وبتاع، ومش كنت تقول لي كنت اجي اشوف القمر ومش عارف ايه والحركات دي، نروح البيت بقى نطلع الحديده بقى، نسخن الحديده بقى. بص موضوع مراقبه الاطفال ده انا عايز اقول رايي. مراقبه تو ان اكستنت. يعني انا شايف المراقبه مثلا تبقى على الراوتر بتاع البيت. في يعني اعرف كذا، يعني اعرف اهالي كتير قوي بيعملوا الموضوع ده، بيحطوا بيرنتال كنترول على الانترنت نفسه، مش على الديفايس نفسه. الديفايس كده دي خصوصية قوي. وكمان انت هتبقى يعني لو بتشوف الداتا دي هتسيكب. مش هتستحمل كمية المعلومات دي. وهتبقى فاتح التليفون قاعد بتراقبه، هو انت شايفه ماسك تليفونه، هتمسك انت تليفونك تتفرج. فهيجرى لك حاجة. اللوكيشن، افتح اللوكيشن مع ولادك. انا مع الموضوع ده جدا، بس يبقى عارف. ايوه دي النقطه، ان يبقى عارف. لا انا هجيبها بطريقه عشان هو ايه، احنا كلنا هنشير اللوكيشن مع بعض، عشان انا لو حصل لي حاجه انت تعرف، وانت لو حصل لك حاجه انا اعرف. بالظبط. فيبقى اللي هو هي رايحه جايه، انا هديك اللوكيشن بتاعي وانت تديني اللوكيشن بتاعك. فده بالنسبه لمراقبه الاطفال. بالنسبه للتصرف اللي هي تعمله، انا شايف انها تجيبها كده واحده واحده. بعد ما يرجع بعدها بكام يوم تقول له ايه ده، مفيش بنت عجبك في المدرسه ولا حاجه ولا ايه؟ عبيط انا بقى. اكيد طبعا انت امور، والبنات كلها كده بقى. بس والله الولد اعترف، عملوا بوند عنيف. ايوه والله الولد ما اعترفش، انا شايف انه مش وقتك. نطلع الحديد بس عايز ارجع سؤال بقى تاني ريليتد للقصه دي، وبعدها نقلب على قصه جديده. ماشي. اول مره خرجت مع بنت، خرجت ازاي؟ وكانوا اهلك عارفين ايه؟ انت افتكرت؟ لا. انت افتكرت؟ انا مش فاكر. انا هقول.
بس ماما هتشوف الفيديو ده، هي ما تعرفش الحوار ده، بس وارد جدا تكون كانت حاسه يعني. كانت عملت زي النصايح اللي احنا بنديها دي. بس لا يعني يا ماما هتشوف الفيديو ده هي 100% كانت عارفه. المهم اهلا يا طنط، ازيك يا ماما عامله ايه؟ طنط عايز اقول لك ان انغامي احلى بلاتفورم. احنا موجودين على كل البودكاست بلاتفورمز اللي موجوده، ابل بودكاست، انغامي، سبوتيفاي، وامازون ميوزك كل حاجة. لو كتبت على جوجل هتلاقينا. اي حته اكتب انت. والويب سايت بتاعنا ان شاء الله هيبقى بابليك فيري سون. انا اول مره اخرج مع بنت، كانت بنت معايا في المدرسه، وانا قلت لماما انا بعد المدرسه هاخد اوبر وهخرج مع صحابي كذا وكذا. تمام. قالت لي بجد؟ ماشي تمام. هي كانت حاسه ان في حاجه مش تمام. ايوه. ايه، مع العلم طبعا ان دي حاجه بالنسبه لنا كانت حاجه لا ما ينفعش. كام سنه؟ ما ينفعش، مش عارفين. 14 15. حلو. 14 ماشي تقريبا. اولى اعدادي مثلا. اول اعدادي تاني اعدادي. انا كنت برضو اصغر من سني شويه، اصغر من سن الدراسه يعني. المهم قالت لي بجد تمام. قبل ما يوم الدراسي يخلص لقيت ماما بتكلمني بتقول لي هعدي عليك انت واصحابك، اخدكم اوصلكم، انتوا خارجين فين؟ قلت لها في كذا. قالت لي طيب انا خلاص عند المدرسه، هاخدك انت واصحابك اوصلكم. قلت لها ماشي. طبعا انا مفيش صحاب اصلا. فقلت لها طيب ماشي يا ماما، وصلينا. بعد ما وصلت قلت لها ايه ده، هم هيروحوا يغيروا في بيت حد وكده، حد هيوصلهم على هناك، فانا قلت اجي معاكي ومش عارف ايه. قالت لي بجد؟ طيب ماشي. ماما خدتني، وكان اخدت اختي كمان من المدرسه، وقعدنا في الفود كورت. قالت لي نقعد ناكل بقى لحد ما صحابك يجوا. طيب انت عملت نفس القصه. قعدنا كلنا يعني وانت قايل لها ايه، او انت كنت بتبعت لها بتقول لها ايه ساعتها؟ بقول لها استني ما تجيش، هي كانت ساكنه قريب، فقول لها استني ما تجيش اما اقول لك تعالي يعني. لا قلت لها استني ما تجيش، ما تتحركيش لما اقول لك تعالي. كنت واخدها فين اول نزول؟ كنا هنروح كايرو فيستيفال اند ذن. كان موجود كايرو فيستيفال ساعتها اصلا؟ على تقيل. كان ساعتها جديد. كان ساعتها جديد عمور مرايش، خلي بالك. مكيش. وقلت لها اللي هو ايه لما نروح نبقى نشوف هنعمل ايه. حلو كده يعني. ايوه I think كنا هنلعب في حاجه او نخش السينما، ده يعني أيوة. قمه المهم ماما بعد ما اكلنا، انا اكلت غصب بقى، ما انا جعان جدا اصلا، ما انا بعد المدرسه انا جعان جدا. خلصنا ماما قاعده، فبقول لها ايه يا ماما؟ قالت لي ما انا مش هسيبك قاعد لوحدك، اما اصحابك يجوا انا هقوم امشي. عشان يخلص بقى في الليله. 10 دقايق وقلت لها اوف، دول بعتوا لي مسج وقالوا لي هنكنسل. يلا نروح يا ماما. وما شفتش البنت اليوم ده. ودي كانت اول مره اخرج مع بنت. بس هل انا غلطانه اني رفضت ادفع تكاليف عمليه جوز اختي من الفلوس اللي ورثتها؟ بنت عندها 18 سنه بتحكي ان هي واختها، اختها عندها 27 سنه، فقدوا والدهم من سنه، وهم عايشين مع والدهم بس لان مامتهم ما كانتش موجوده في حياتهم من اول ما هم اتولدوا، فهم عايشين مع باباهم بس. بعد وفاه الاب ساب لهم ورث للبنت واختها. الاخت صرفت فلوس الورث ده على عربيات جديده، وان هي تجدد وبيت، وان هي تفرش البيت وتشطبه وتظبط البيت ده كله. وفي نفس الوقت البنت عايشه مع عمتها عشان جوز اختها رفض ان هم يخليها تعيش معاهم. هي بتخطط تستخدم فلوس الورث ده عشان تدفع مصاريف الكليه، لان هي حلمها من وهي صغيره تبقى دكتوره. العلاقه بين البنت واختها مش قريبه، وده بدأ بعد ما اختها اتجوزت راجل مريض عنده مرض مزمن. كان بيتكلم عن والدهم بطريقه مش محترمه، ودايما بيسف عليه، وحتى عمل مشاكل في جلسته. اختها دايما بتقول انه مش مسؤول عن تصرفاته عشان حالته الصحيه. البنت قررت تبعد عنهم
ولكن مؤخرا اختها بدأت تزورها كتير وتتكلم عن حالة زوجها الصحية اللي بقى يدخل ويخرج من المستشفى بسبب مشاكل في القلب واحتياجه لعملية جراحة. الأخت كذا مرة تجيب سيرة فلوس الورث بتاعت البنت أكتر من مرة، ولكن البنت كل ما أختها تفتح الموضوع تروح هي إيه وتغير الموضوع لحد ما في الآخر الأخت طلبت منها بشكل مباشر إنها تساعد في دفع تكاليف العملية، وقالت إنها هترجع لها الفلوس في أقل من سنة. البنت حست بعدم الارتياح لأن لو هي ادتها المبلغ كبير من فلوس الورث مش هتضمن إن هي ترجع لها الفلوس قبل ما تقدم للكلية. البنت قررت ترفض لأنها شايفة إن أختها مش هتقدر تسدد المبلغ الكبير ده وممكن يعرض مستقبلها للخطر. لما رفضت أختها حصل لها انهيار عصبي في بيت عمتهم، ووصفتها بأن هي قاسية وما عندهاش قلب وما عندهاش تعاطف. الأخت قالت إن صحة جوزها لازم تكون الأولوية وإن التعليم مش أهم من حياة شخص، وسألتها إذا كانت هتكون مبسوطة لما تشوفها أرملة وابنها من غير أب. العمة اقترحت إن ناس تانية تساعد، لكن أغلب الناس قطعوا الأخت وزوجها. البنت I wonder why. البنت قالت إن حالة زوج أختها الصحية مش ذنبها بعد ما الأخت فضلت تلومها وتحسسها بالذنب. الأخت فضلت تعيط والعمة قررت إنها ما تتدخلش، لكن حذرت البنت إنها لازم تكون مستعدة لقطع علاقتها بأختها لو ما ساعدتهاش دلوقتي. الأخت بعد ما أختها الصغيرة رفضت فضلت تبعت لها على واتساب صور لعيلتها عشان توريها إن رفضها وإن هي تقول لأ لعيلة سعيدة وزوج وأب بصحة جيدة، وإن هي هتفرق العيلة من بعض. ده المانيبيوليشن بتاع ماريو ده. البنت قعدت تعيط وحست ان هي انانيه ومش اخت كويسه ولا عمه كويسه. الاخت الكبيره مرات الراجل اللي بيموت اكتر شخص اناني في الدنيا بشكل مش طبيعي، وشخص مانيبيوليتيف ومتحكم في مشاعر الاخرين بشكل شيطاني. انت فاهم يعني ايه تبعت لها صور العيله وتقول لها انت هتبوظي العيله دي؟ انت مستوعب؟ كارثه. لو ببعت لك صوره ابويا اللي بيموت انت اللي قتلته. لا هي ما عملتش حاجه. لا 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 يعني حاجه ما ينفعش تتعمل خالص. انا متفاهم جدا قد ايه البنت ممكن تبقى خايفه ان هي تكون انانيه او ان هي شكلها يطلع وحش، وده اللي بيخلي الناس اصلا تكتب على ريدت. هو مش عارفين، هم فعلا مش فاهمين. انت وانت جوه الموقف مش بتبقى شايف وبتبقى متاثر جدا باللي حواليك. صح، وحاجه صح جدا عامه ان هي عملت كده. انا شايف انه حقها جدا ان هي ما تدفعش. عارف والله عارف لو الراجل ده كان عامل حاجه حلوه واحده بس في حياته والله كان ممكن تتنازل. لا دي بتقول لك كان بيشتم باباهم اصلا قبل ما يتوفى، وحتى هو في الجنازه عمل مشكله وبتاع. يا عم سيبك من كل ده، ما رضاش يقعدها في البيت تردد اللي هي most probably هتكون كانت ورثته من ابوها. ايوه لا خلي بالك، هي قالت ان البيت ده اشتريته بالورث. هي اختها اخذت الورث اشترت بيه عربيات والبيت اللي هم قاعدين فيه. اوكي، اشتريتهم من الاخت؟ لا اشترت بيت جديد. طب وبيت الاب؟ لا حسنت البيت. جددت البيت بفلوس الورث. وراح جوزها جوز الاخت طرد البنت الصغيره اللي هي صاحبه القصه. مش عارف يعني انا ذنبي ايه ان انتوا جددتوا البيت يا جدعان؟ ما انا قاعده فيه. بس خلاص هي راحت قعدت عند عمتها يعني. بس كذا قصه على فكره قرناها قبل كده ريليتد للفلوس، كارثه. بس انت شايف ايه يا ماريو؟ ماريو مش شايف. ماريو نام معانا. ماريو مش شايف. بص، مهما قول انت. طب تستنى انا اسالك اسئله وانت تجاوب عليها او لا. ترو فولس. بص يس نو كويستشنز. طيب هو دلوقتي انا عارف بيقربوا راجل كبير في السن يكلموه في ودانه. بص طيب مش عارف انت اشوف هي بودكاست عموما الناس مش هتشوف. انت دلوقتي لو انت مكان البنت دي هل هتدفع فلوس العمليه ولا لا؟ بص
بص انت مش شايف. خلاص تعالوا نعمل اوترو. لا هقول مهما هو عمل ايه، بس فكرة ان هو الحوار وصل ليه ان حاجة حياة او موت، ان هو الراجل ده ممكن حياته تتحسن او لا. فلو انا الموضوع لو عندي انا واقدر اسامح، ماشي هسامح حتى لو هيجي على مستقبلك. بص، لان انا في الاول وفي الاخر انا عملت خير، فاهم يعني؟ انا عملت اللي ضميري. ما انا لو ما عملتوش العمليه ماشي، انا ممكن مستقبلي اشوف ان اتخيل ان هو ممكن يبقى في حته احسن، بس انا ممكن اعيش حياتي كلها نفسيتي متدمره، ان انا عارف ان انا كنت ممكن الحق حد وما لحقتوش، فنفسيتي تتدمر بقى. طب اسالكم انتوا بقى، انتوا الاثنين سؤال: ليه الاخت ما تبيعش العربيات الجديده اللي هي اشتريتها؟ ما هو انا هقعد ابص لها كده بقى، اللي هو انت عندك حل، وبدل ما انا اعمل الحل، ما دام انا اعرف انا ان انا اعمل حل واقدم انا المساعده. وعندها حلول كتيره. ما هي يعني ممكن واحد تبيع العربيه، ممكن تاخد قرض طالما هي متاكده 100% ان هي ترجعه في خلال سنه. تبيع البيت اللي اتجدد، تروح تقعد في بيت اصغر. مش جوزك بالظبط، في حلول كتير. هي لا، هي عايزه تعيش نفس العيشه، نفس كل حاجه. شي يعني هي حاسه انها انتايتلد، او ان هي ايه، ليها حق في ورث اختها اللي ما صرفتوش. مش هي كده الاخت انانيه، ما نختلفش على الحوار. المهم احنا ممكن نسكيب راينا في القصه دي. قولوا لنا انتوا رايكم في الكومنتس. لو وصلتوا لاخر الفيديو بجد شكرا جدا، وما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، وشير الفيديو مع اصحابكم، واعملوا كومنت برايكم في القصص. وقولوا لنا ايه اكتر قصه عجبتكم. اخر حاجه، لو عايزين تحضروا معانا از جاست في البودكاست، ابعتوا لنا DM، ومستنيينكم في الابيسود الجاي. باي باي. باي.